السلام عليكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكم وقصة جديدة من قصص يوم الجمعة. بإذن الله هنتكلم النهاردة عن قصة صامويل إيتو وجوارديولا. انت يا راجل، انت قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. اتو مين يا اخويا؟ اتو مين ايتو دي؟ ده لعيب كبير طبعا قوي. كلنا عارفين إن كان في خلاف كبير جدا في أول موسم لإيتو مع جوارديولا، وجوارديولا كان عايز بأي طريقة يمشي إيتو. طب إيه القصة دي وإيه اللي إحنا هنقوله؟ تعال نشوف وندخل جوه الكواليس ونتكلم شوية عن قصة جوارديولا وإيتو. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. صامويل إيتو بيحكي وبيقول لك ان انا كنت داخل مكتب جوارديولا في وقت من الاوقات، لقيت ورقه محطوطه على المكتب وفيها اسماء الراحلين عن برشلونه. مين هم بقى الاسماء الراحلين عن برشلونه؟ رونالدينيو وديكو وانا. ومش بس كده، لا، ايتو كمان قال لك ان جوارديولا اتصل عليا وقال لك يا ايتو هم عاوزينك في اوزبكستان، هيدفعوا ليك 26 مليون دولار راتب سنوي ودي فرصتك. قال ساعتها رديت عليه وقلت له باستغراب جامد، اوزبكستان؟ لا طبعا انا مش هروح اوزبكستان، انا هكمل في برشلونه. وبعدها ايتو بيحكي وبيقول ان جوارديولا كان مضطهده في الوقت ده، وكنا في فتره الاعداد في معسكر في هوستن في امريكا، ودخل غرفه الملابس وقال لي الرقم 9 ده انا هديه لهنري واسحبه منك انت. من الاخر كان بيقول كده عشان يغيظني بس، ويقول لي انك مش محبوب في وسطنا. انا عارف ان هنري اصلا بيحب الرقم 14، ولو هو عرف بكده عمره ما هيلبس الرقم 9، وكان هيرفض برضه. وفي فتره الاعداد كان مضطهدني جامد لدرجه ان هو لعبنا 40 دقيقه بس ضد شيفياس ونيويورك وريد بول، ولسوء حظ جوارديولا انا سجلت في ال 40 دقيقة بس اللي لعبت فيهم في الثلاث ماتشات 6 أهداف. وقبل الموسم ما يبتدي إيتو وجه رسالة شديدة جدا لبيب جوارديولا، وقال له ساعتها إن أنا اللي هخليك تفوز مش ميسي، وهيجي في يوم من الأيام هتعتذر لي عن كل حاجة أنت عملتها فيا. وقال له كمان إن الزمن ده زمن أنا اللي هخليك تفوز بالبطولات، والزمن اللي جاي هو زمن ميسي. وفعلا إيتو كان قولا وفعلا. في موسم 2008 2009 كان اخر موسم لايتو مع برشلونه، سجل ايتو 36 هدف من مورينيو اللي كان بيدرب الانتر في الوقت ده، وقال له ايتو برشلونه عاوزه ابره وانا عاوزك انت معايا في الانتر. بقول ساعتها ما فكرتش كتير وقلت له انا معاك. ايتو راح الانتر، ومن هنا تبتدي رحله الانتقام وانتقام العنصريه من ايتو لجوارديولا، وقدر فعلا ساعتها ان هو يفوز على برشلونه. وقال ساعتها قال اذللنا فريق برشلونه وحققنا الابطال. كان معكم محمود الجندي، ما تنساش اللايك والمتابعه وبشكركم.